قلتلك ابعدي عني وما تتكلميش معايا، ومش كل شوية تقولي لي شهد. أنا اسمي آيلين. ليه كده يا شهد؟ مش احنا اخترنا الاسم ده مع بعض لما كبرنا؟ أنا اخترت جنة وانتي اخترتي شهد، بس أنا دلوقتي حبيت اسم آيلين أكتر. ماما هي اللي اختارتهولي وأنا مش هغيره. أنا بحب الاسم ده. طيب ايه اللي حصل؟ ليه بتكلميني كده؟ هو انتي زعلانة مني ليه؟ أنا ما عملتش حاجة. لأن احنا ما بقيناش زي بعض خلاص. أنا عندي بابا وماما وانتي مجرد بنت يتيمة وعايشة في الشارع. أنا ما كنتش أتوقع أبدا إنك تقوليلي كده. أنا أصلا مش عايزة أشوفك تاني. عارف يا إياد، أنا وأنت في الدنيا دي ملناش حد خالص. احنا في الدنيا دي لوحدنا، مفيش حد عايزنا. ايه ده؟ انت يا بت بتعملي ايه هنا؟ ايه ده؟ مين الراجل ده؟ انا لقيت البيت ده فاضي وما فيهوش حد، قلت اجي اقعد انا واخويا الصغير. اصل مفيش مكان نروح فيه خالص. طيب يلا امشي حالا، ما ينفعش تقعدي هنا يا شاطرة، المكان ده بتاعي من دلوقتي. بس انا جيت لقيت المكان فاضي خالص ومش بتاع حد. ارجوك سيبني قاعده هنا. اسمعي الكلام ولازم تمشي. ارجوك سيبنا قاعدين هنا، احنا ما نعرفش هنروح فين، وبعدين انت كبير تعرف تتصرف، لكن انا واخويا صغيرين مش لاقيين مكان خالص. انا ماليش دعوة، ما يهمنيش، يلا امشي دلوقتي، قلتلك يلا امشي. طيب هاخد الحاجات بتاعتي وامشي. بتعيط ليه تاني يا اياد؟ ما الاكل وكل حاجه خلصت خلاص. يا ريت تنام شويه بقى لحد اما افكر هعمل ايه. مفيش لبن. ده ايه الازعاج اللي في العمارة ده؟ في صوت طفل بيعيط. ينفع كده يا اياد؟ اهم اخدوا بالهم ان احنا قاعدين تحت السلم. يلا بينا نمشي. هنروح فين بس دلوقتي؟ انا تعبت خلاص يا اياد ومش عارفه اعمل ايه. ممكن لو سمحتي، عايزة ايه؟ ممكن لو سمحتي تشتري لي شويه لبن عشان البيبي ده جعان. لا، روحي لمامتك تتصرف وتجيب لكم لبن، انا مش جمعية خيرية. ما هو انا لو كان عندي اكيد ما كنتش هبقى في الشارع دلوقتي. هعمل ايه بس دلوقتي؟ انا لازم ادخل دلوقتي واتصرف واجيب لك اللبن. استنى هنا، مش هتأخر عليك. استني عندك يا بنت، انت بتسرقي؟ انت ازاي تدخل المحل وتسرقي؟ تستاهل انك وقعتي، هو ده اللي بيحصل لما تاخدي حاجة وتجري بيها وانت حرامية. انا هتصل بالشرطة. ارجوكي، انا محتاجة اللبن ده ضروري. اخويا الصغير جعان ومفيش حاجة اكلها له. ارجوكي سيبيلي اللبن. انا ماليش دعوة باللي بتقوليه ده، هاتي اللبن او هاتي الفلوس او هسلمك للشرطة. خلاص اتفضلي اللبن. انا اسفة يا اياد، معرفتش اجيب لك لبن. اتفضلي، انا اشتريت لك لبن واشتريت لك شوية حاجات عشان البيبي. انت مين؟ انا كنت واقف بره السوبر ماركت وشفت اللي حصل، وجيت وشفتك وعرفت ان انت معاكي بيبي صغير وقاعده هنا، دخلت اشتريت لك الحاجات دي، لبن واكل عشان البيبي. اتفضلي. شكرا ليك قوي. انا دلوقتي هشرب اياد اللبن. خدي الكيس ده وانا لازم امشي عشان ماما ما تقلقش عليا. شكرا جدا، مع السلامة. أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. يلا دلوقتي قبل ما تكملوا الفيديو اعملوا لايك، وصلوا الفيديو ده ل1000 لايك عشان أنزل لكم الجزء الجديد. يلا ساكتين ليه؟ اعملوا لايك دلوقتي أما أشوف بقى الفيديو ده هيوصل لكام لايك. وما تنسوش بقى تقولولي رأيكم في التعليقات لأن رأيكم يهمني جدا. عايزة أقول لكم بقى إني بحبكم من كل قلبي. أسيبكم تكملوا الفيديو. يلا تعالى اما اشربك اللبن واكل اي حاجه عشان انا خلاص تعبانه ومش قادره. هنعمل ايه بقى تاني يا اياد؟
المفروض ندور على مكان ننام فيه، مش عارفة هنروح فين، وانت صعبان عليا ومسكين بتنام معايا في الشارع. تعالى نمشي يا إياد، جايز نلاقي مكان ننام فيه، حتى لو خيمة صغيرة ولا مكان جنب صناديق نستخبى فيه. تعالى نقعد في جنب وننام هنا في المحطة. وده ايه صوت الواد اللي بيعيط ده؟ حد نسيه هنا ولا ايه؟ ولا في حد قاعد بيه هنا؟ ايه ده؟ انت يا اللي نايمه. إياد انت بتعيط؟ انت مين يا بنت انت؟ وايه اللي معادك في المحطه هنا؟ معلش، اصل انا ملقتش مكان انام فيه النهارده لحد الصبح، فقلت اجي انام هنا انا واخويا الصغير. يا سلام، مش لاقيه مكان تنامي فيه؟ هقولي كده، انت جايه تشحتي وجايبه اخوك الصغير عشان الناس اللي داخلين المحطه تصعبي عليهم ويدوكي فلوس. يلا يا بنت امشي اطلعي بره. لا لو سمحت، انا مش جايه اشهد، انا فعلا مش لاقيه مكان انام فيه، سيبني بس لحد الصبح. والله دي محطه مش فندق. يلا. نروح فين يا اياد وكل الناس مش عايزانا؟ هو ليه مفيش حد بيحبنا يا اياد؟ كان نفسي ما يحصلش حريقه ونفضل قاعدين زي ما كنت مبسوطه، على الاقل كان في سرير بننام عليه. هنروح فين بس دلوقتي؟ ايه ده؟ انت ايه اللي موقفك في المكان ده متأخر كده؟ انت عارفة الساعة كام؟ أرجوك ما تخوفنيش، أنت لو عايزني أمشي من هنا أنا همشي. انا مش بخوفك ولا حاجة، انا بسأل ايه انت اللي موقفك في الوقت ده؟ أصل أنا ما عنديش مكان أنام فيه أنا وأخويا، كل ما أروح مكان حد يمشيني. انت مسكينة. هو أنت بتبيع بلالين؟ ايوه ببيع بلالين وبشتغل مهرج في الملاهي وبخلص شغل متأخر زي دلوقتي كده. بقولك ايه، تعالي انت واخوكي ناموا في الخيمة بتاعتي لحد الصبح، والصبح بقى بدوري على اي مكان تعرفي تنامي فيه، ولو ما عرفتيش ابقي تعالي كل يوم نامي في الخيمة. بجد شكرا ليك. يلا يا إياد، لقينا مكان ننام فيه لحد الصبح. يلا تعالوا ورايا. يلا اقعدي بقى ارتاحي، معلش بقى ما عنديش كراسي هتقعدي على الارض، انا اصلا بنام على الارض. لا عادي مش مشكلة، ما أنا كنت بنام في الشارع في أي مكان، المهم أنام وحاسة إني مش خايفة. انا بصحى من بدري اروح الشغل وارجع زي دلوقتي كده، انام واصحى تاني اروح من بدري. أنت كمان فقير زيي. انا اتمنى ان حياتك ما تكونش زيي، حياتك اللي جايه تكون احسن واحسن انت واخوكي. انا هنام بقى مش قادر اقعد، تصبحي على خير. مسكين قوي، ده نام من التعب. يلا يا إياد أشربك اللبن عشان ننام إحنا كمان. ايلين اصحي يا ايلين. ماما سيبيني يا ماما نايمة شوية، 5 دقايق بس. ما تبقيش كسولة يا ايلين، يلا قومي واسمعي اللي بقولك عليه. يلا قومي من السرير، ما ينفعش تكوني كسولة. يلا قومي حالا. حاضر يا ماما، صباح الخير. يلا بسرعة قومي عشان تلبسي، هتتأخري على المدرسة ولسه كمان هتفطري. يلا بسرعة. كنت عايزة أنام 5 دقايق كمان. ايلين انتي ما لبستيش ليه؟ ما أنا جعانة جدا، قلت أفطر وبعد كده أبقى أطلع ألبس. بس انا قلتلك تلبسي الاول، كان لازم تلبسي الاول يا ايلين. هاكل بسرعة وأطلع ألبس. قوليلي بقى يا ماما، هو أنت بتشتغلي إيه بالظبط؟ ايلين قلتلك 100 مرة لما نبقى بناكل ما نتكلمش على الاكل خالص، ما ينفعش نتكلم واحنا بناكل، انتي فاهمة؟ أنا آسفة يا ماما، أصل نسيت. خلاص يبقى دي اخر مرة، اسكتي بقى خالص وكلي واطلعي البسي. حاضر يا ماما. أنا جاهزة يا ماما، ممكن توصليني للمدرسة؟ ايلين قلتلك انتي مش صغيرة، يعني تقدري تروحي المدرسة لوحدك. يلا اتفضلي. بس يا ماما السواق مش هيجي النهاردة. انتي كبيرة وتقدري تمشي لوحدك، وبعدين لازم تتعلمي تعتمدي على نفسك وتعرفي تتصرفي. حاضر يا ماما، بعد إذنك. صباح الخير يا إياد. إيه ده؟ هو عمو المهرج راح فين؟ أكيد راح الشغل. يلا بينا يا إياد.
انت يا بنتي يا حلوة يا اللي ماشية، تحبي تاخدي شوكولاتة؟ شوكولاتة؟ أيوة أنا عايزة شوكولاتة، أنا بحبها قوي. أنا عندي شوكولاتة وعندي كاندي كتير قوي، بس كل دول موجودين عندي في البيت. لازم تيجي معايا عشان تاخدي أحلى شوكولاتة وأحلى كاندي. ايه رأيك تيجي معايا؟ بجد هتديني شوكولاتة وكاندي؟ ماشي أنا هاجي معاكي، يلا بينا. شهد استني. جنة انت جيتي هنا تاني ليه؟ بتعملي ايه؟ امشي بعيد يا ست، انت مش عايزين منك كاندي ولا شوكولاتة. هو في حد يقول لي الشوكولاتة والكاندي لأ؟ تعالوا معايا انتوا الاتنين، هديكم كاندي وشوكولاتة كتير جدا ما شفتوهاش قبل كده، هتاكلوا وتتبسطوا ومش هتدفعوا حاجة. قولوا لي بقى انتوا اسمكم ايه؟ مالكيش دعوة، اسمنا ايه؟ تعالي يا شهد وابعدي عنها، انا عايزة اتكلم معاكي. لا، خليها تيجي معايا الأول عشان هديها الكاندي وبعد كده تبقى ترجعلك. ولو انت كمان عايزة تيجي تعالي، ده انت هتتبسطي جدا. قلتلك مش عايزين منك كاندي. شهد تعالي ورايا يلا بسرعة وابعدي عنها يا ست انتي. خلاص مش عايزة الكاندي. غبية غبية، كنت خلاص هخطفها. شهد هو انتي مجنونة ولا عبيطة ولا ايه؟ انتي ازاي واقفة تتكلمي مع الست دي كده؟ هو انتي ما شفتيش الست ازاي طيبة وبتتكلم معايا، وكانت عايزة تديني شوكولاتة وكاندي، وكانت عايزة تديكي انتي كمان. شفتي قد ايه هي طيبة؟ ما ينفعش يا شهد تروحي اي مكان مع حد غريب، انتي مش فاهمة حاجة. حتى لو كان شكلهم طيبين ما ينفعش تثقي في حد. انا عشت في الشارع واتعلمت شوية وبقيت افهم مين الطيب ومين اللي مش طيب. صح يا جنة، انت عندك حق، بس عايزة افكرك بحاجة. انا خلاص اسمي مبقاش شهد، وانتي عارفة اسمي ايلت. مش لازم كل ما تشوفيني تقولي لي يا شهد. ويلا بقى لازم تمشي دلوقتي، انا ما ينفعش اصلا افضل اتكلم معاكي. ماشي يا شهد انا همشي، واضح كده انك مش عايزة تشوفيني في المدرسة. يلا بينا يا اياد. ايه ده؟ انا حاسة اني دايخة، معلش يا اياد، حاسة اني دخت كده وتعبت. صباح الخير يا مس فريدة. صباح الخير يا ايلين، انت ليه جيتي متأخرة؟ اصل السواق ما جاش النهاردة واضطريت اجي لوحدي. طيب خلاص، يا ريت تحاولي ما تتأخريش تاني، اقعدي في مكانك. بس قوليلي يا ايلين، هي جنة صاحبتك مش بتيجي المدرسة ليه؟ معرفش عنها حاجة يا مس فريدة، هي مش صاحبتي. كل اللي اعرفه عنها ان هي يتيمة وملهاش حد وملهاش بيت، بتقعد في الشارع. ايوه، انا برضو حسيت بكده، مسكينة. يلا طلعوا الكتب عشان نبدأ الدرس. اتمنى انك تكوني بخير يا جنة. اعتقد كده مفيش حد هيستناني، برضه هرجع البيت لوحدي. ماما، بابا، انا رجعت من المدرسة. ماما، بابا، انتوا فين؟ ماما مش في المطبخ. ايلاند احنا خرجنا رحنا السوبر ماركت عشان نشتري حاجات وهنتأخر. انا سايبالك الاكل في التلاجة بيسخنيه. يوه، بابا وماما خرجوا مش موجودين في البيت. طيب يا ريتهم كانوا استنوا اما رجعت من المدرسة عشان ياخدوني معاهم، او كانوا عدوا عليا في المدرسة واخدوني. انا بجد مش مبسوطة هنا، اتمنى يرجع الوقت اللي كنت عايشة فيه انا وجنة مع بعض. كنت دايما مبسوطة وبنضحك وبنلعب، وكنت مبسوطة قوي. وانا في الملجأ دايما كنا بنلعب مع بعض وبتستناني عشان ناكل مع بعض. اسفة يا شهد اتأخرت عليكي، كنت فاكرة ان هقعد اكل لوحدي عشان ميعاد الغدا عدى. انا كنت مستنياكي وما كنتش هاكل من غيرك. بجد انت مستنياني؟ انا دايما بستناكي عشان ناكل مع بعض. يلا بقى ناكل ونخلص اكل عشان نقوم نلعب شوية. انت اكتر واحدة بحبها يا جنة، وانت اكتر اخت ليا يا شهد. انت بتعيط عشان جعان؟ تعال نخبط على البيت ده ونطلب منهم اي حاجة، ممكن نلاقي عندهم لبن. مفيش حد بيفتح.
ياه هدية يا بابا، شكرا شكرا، هدية هدية. كان نفسي يكون عندي عيلة بيحبوني. يلا بينا يا إياد نشوف بيت تاني نخبط عليه. إياد أنا مش عايزاك تكبر تلاقي نفسك زي يتيم ومسكين وقاعد في الشارع. أنا بتمنى لك حياة أحسن من اللي أنا عايشاها، بس ما تقلقش يا إياد، أكيد هيكون في حل. تعال معايا. ازيك يا مس فريدة؟ جنة، ازيك يا جنة؟ انت ليه مش بتيجي المدرسة تاني؟ مش انا قلتلك اني هعلمك؟ للأسف يا مس فريدة مش هقدر. طيب احنا النهاردة لسه بدري، اقعدي معانا ابدأي الحصة عشان تتعلمي. لا يا مس فريدة، أنا ما جيتش عشان كده، أنا بس كنت محتاجة ورقة وقلم. ماشي يا جنة، هديكي ورقة وقلم، تعالي اتفضلي الورقة والقلم. شكرا يا مس فريدة، بعد إذنك أنا لازم أمشي دلوقتي. جنة استني، عايزة اتكلم معاكي. معلش يا مس فريدة، أنا لازم أمشي دلوقتي. أسفة يا إياد، حاسة إني تعبانة تاني. مسكين أنت برضو جعان عشان كده بتعيط. تعال استنى هنا وأنا هروح أحاول أجيب لك لبن. قصدك حلو يا إياد، في راجل طيب اداني فلوس واشتريت لك اللبن ده، بس أنا خلاص حاسة إني تعبانة ومش قادرة أقف. الحمد لله إنك شربت اللبن ونمت، أنا تعبانة أوي عشان مش باكل كويس ومش بعرف أنام. أنا هعمل حاجة يا إياد مش عايزاك تزعل منها، بس لازم تعرف إني بعمل كده عشانك، عشان ما تكونش زيي. استنى بقى أما أطلع الورقة وأكتبها عشان أعرف أكتب كويس. ما تزعلش مني يا إياد، أنا لازم أسيبك هنا، العيلة دي أكيد هيهتموا بيك ويحبوك، ولو حتى مش عايزينك أكيد هيودوك مكان كله أمان عشان تعيش كويس. أنا سامعة صوت بيبي بيعيط. إيه ده؟ بيبي بيعيط؟ وإيه الورقة اللي مكتوبة دي؟ أما خدها أقراها. اعتنوا بإياد لأنه صغير، تعال أما أخدك معايا جوه عشان ماما تشوفك. أتمنى أشوفك تاني يا إياد.